السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك شيخ؟ نعم. بس الحمد لله. الجزائر. اسمعني فيها مليح من الجزائر. أنا أعرف أن الجزائر. نعم. راك شيخ لاباس؟ لا بأس. شيخ حبيت نسقسيك واحد الحاجة. نعم. تسمع فيها مليح شيخ؟ قل. تعاوت كثرت هنا الهضرة هنا في الجزائر على العراق. انت في أردن شيخ. حبيت نشوف الفتوى هذه تاع لو كان تنوض الحرب كاين في العراق وما بين العراق والامريكان. ما حكم شرع الله في هذه المسألة؟ أنت باعتبارك جزائري وأنا سوري مطعم أردني، فعليك أن تتمهل قليلا معي وتتكلم كلمة كلمة حتى نفقه عليك مما تقول. بارك الله فيك شيخ. تمهل في كلامك. ما هو سؤالك؟ إذا اندلعت الحرب في الخليج، أيوة، شرع الله في الجهاد. ليس هناك جهاد في هذه الأيام. ولو أين الجهاد الذي تعنيه؟ جهاد لو كان زعما اسمح لي ماشي لو كان. أين الجهاد؟ قل لي أين، في أي بلد الجهاد؟ في الحجاز. لا تطل الكلام. في الحجاز الحاج. الجهاد في الحجاز؟ أنا اسمعني شوف أنا القوة هذيك تاع أوروبية والأمريكا في الحجاز والأخرى والعراق في العراق. بصح لو كانت نوض الحرب تما في الحجاز، راهي في أرض مكة. يا شيخ لا تتكلم كثيرا، تكلم قليلا. أنا أقول لك كلمة وأجبني أنت بمثلها. أين الجهاد؟ من هم المجاهدون الذين تريد أنت أن تجاهد معهم؟ من هم وأين هم؟ المسلمين. نعم، المسلمين يا شيخ. المسلمين في سوريا. أنا الحاج. في سوريا، قل نعم أو لا. نعم يا شيخ. المسلمين في سوريا. لا ماشي في سوريا. أنا أقول لك الحاج على تاع الجزائر يا شيخ. أنا أسألك يا شيخ الله يهديك، قل نعم أو لا. نعم يا شيخ. أنت قلت المسلمون، أليس هناك مسلمون في سوريا؟ نعم هناك مسلمون في سوريا. حسنا، هكذا أجبني تريح نفسك وتريحني معك. فهل هؤلاء المسلمون في سوريا هم المجاهدون الذين تريد المسلمين في العراق؟ لا. إذن أين هم؟ هداني الله وإياك. أين هم؟ يا شيخ أنا نهضر على بلادي، على الجزائر. هنا تما كثرت الهضرة بزاف. يقول لك هكذا، يقول لك لو كان اندلعت الحرب هل تقوم راية الإسلام، هل تقوم رايات تحت الإسلام للجهاد، ماشي من أجل العراق أم من أجل السعودية، من أجل بيت المقدس والحجاز. الله أكبر، الله أكبر. الناس عايشين في أوهام، في خيالات. شيخ أنت يا شيخ في الجزائر. هي الجزائر يا شيخ. هل الجزائر دولتكم تسمح لكم بالجهاد في سبيل الله؟ لا تسمح. إذن كيف تتصورون أنكم تستطيعون أن تجاهدوا؟ كيف تتصورون؟ كيف تصلون إلى منطقة الجهاد إن كانت هذه المنطقة لها وجود؟ هل تطيرون بالطائرات التي نزلت عليكم من السماء؟ سيكون إن شاء الله، سيكون يا شيخ هنايا من حتى التعادف تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تاع بيت المقدس، تاع الجهاد لبيت المقدس. دارت هنا تعادف تحالف، ليس تحالف، توحد ما بين ولاية فلسطين وولاية الجزائر. وهناك 5 ملايين من المسلمين شباب في الجزائر كلهم سجلوا
أساميهم وبعثت الحكومة الجزائرية يلتحقون بالجيش من سنة 63 باش يلحقوا بالجيش الجزائري. ما كاين حتى جيش جزائري، كاين جيش تحت راية الإسلام هنا في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. أسألك كم عمرك؟ 23. 23. من أجل ذلك أنت تتحمس وتعيش في الأوهام. كيف يمكنكم أن تصلوا إلى فلسطين وتجاهدوا وتقاتلوا اليهود؟ هل تطيرون أم تمرون على الأرض؟ قل لي واحدة من اثنتين. قالك وين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ أنا نسأل فيك أنت، أنا تسموش أنا نقول لك حتى عن الجواب. أنا أجبتك بأنه لا جهاد الآن. الآن الجهاد هو جهاد النفس، ولكن لا أريد من إخواننا المسلمين في الجزائر أو في غير الجزائر أن يعيشوا في الأوهام وفي الخيالات، وتقول عندكم كذا مليون مسلم وأنهم سيجاهدون في سبيل الله ويصلون إلى فلسطين. فإذا سئل أحدهم من المتحمسين مثلك كيف تصلون إلى فلسطين؟ أتمشون على الأرض أم تطيرون في الهواء؟ ولعل الله سخر لكم بساط الريح الذي خصه الله لسليمان عليه السلام، فلما أضعك أمام الواقع تطير الأحلام وتتبخر وتصطدم مع الواقع، فترجع لتقول نحن نسأل أهل الذكر. أهل الذكر قالوا لكم لا جهاد الآن، لأن الجهاد يتطلب إلى استعدادات، أولها الاستعداد الإيماني، ثم بعد ذلك الاستعداد المادي. أما أنك تقول في كذا مليون مسلم في الجزائر، وهؤلاء الملايين من المسلمين محاربين من كل ناحية وصوب من الدولة ومن الأحزاب الأخرى، ثم تتخيلون أنكم تصلون إلى فلسطين. فهل فكرت كيف تصلون إلى فلسطين؟ وبينكم وبين فلسطين ما هو أقسى عليكم وأصعب من سد ذي القرنين؟ هل فكرت في هذه النقطة؟ هذه المسألة سئلتها من قبل من غيرك من الجزائريين، فعلمت أنكم طيبو القلوب، ولكنكم لا تنظرون بنظر الشرع والعقل معا. لعلك فهمت الجواب الآن؟ فهمتك بالأحسن يا شيخ، فهمتك أحسن وشكرا قاعدين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا ما عندناش علماء كبار ولا ليفتوا على بها الناس. أنا في الجزائر تخصي واحد يهضر هكذا، واحد يعرف الجهاد، واحد ما يعرف الجهاد. أنا شخصيا أنا حبيت نشخصيك يا شيخ منك ديرك هكذا من عند. أنا أقول لك جزاك الله خيرا، لكن لا تعيش في العواطف الهوجاء، وإنما كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ. والسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.